نساء مثل اللي اثبتوا حالهم بالمجال السياسي بالمجال العسكري. نحن يعني بعد خاصة انه انا ما فيني اقول سقوط النظام، والدولة السورية اللي مشهورة او من ابرز الدول اللي بنقول بالشرق ضد هذه الذهنية. طبعا الشيء اللي نحن نعيشه بسوريا، المرأة السورية وخاصة بشمال وشرق سوريا وصلت الى مراحل مهمة ومو دارسين حتى بالمدارس، ولكن التجربة اللي بالحياة اللي بنت أجياش وبنت دول. والدولة السورية اللي مشهورة أو من أبرز الدول اللي بنقول بالشرق. في أحد القرارات اللي صدرت عن المحكمة، طبعا هي محكمة دولية ولو أنه يكون ما لها قرارات ملزمة، ولكن تم طرح فكرة أنه الإدارة الذاتية اللي موجودة بشمال وشرق سوريا يتم الاعتراف فيها دوليا. حتى الحكومة السورية هي بطبيعة الحال هي كمان حكومة مثل ما عم بيقولوا حكومة أمر الواقع وحكومة تيسير أعمال، بغض النظر عن الشكل اللي صار فيه. طالبت انه الحكومه الجديده يعني اللي موجوده بسوريا تتعامل مع الاداره الذاتيه على اساس الشكل اللي هي موجوده فيه. يعني برايي نحن لازم نركز على فكره انه نحن بالاداره الذاتيه كتبنا يعني مطالبنا كتبنا دوله اتحاديه، ولكن ضمن الدولة الاتحادية يتم الاعتراف بالشكل الموجود بالإدارة الذاتية اللي موجودة بمناطق شمال وشرق سوريا. لازم يتم إضافتها للعقد لمطالب المرأة. كمان بالنسبة لحقوق الطفل في 14 و15 ركزوا على حرية الفكر التأثير، وحتى إذا كانت المرأة لها أي منصب قانوني فكانت هو منصب شكلي حصرا، لم يكن لها أي قرار، كانت شكلية بس إنه نحن هون عندنا ديمقراطية. نحن هون بالدستور إذا بدنا نحط الدستور يكون لنا دور، لازم أول شيء نشتغل على العدالة الانتقالية، تكون لنا دور أساسي ولنا بصمة هون بسوريا، سواء كانت سوريا أو بشمال سوريا. نحن هلا بمرحله اصعب من المرحله اللي راحت، انه نحن يعني كافحنا وعندنا شهداء، يمكن بكل بيت صار عندنا الشهيد وشهيدين وثلاثه. تمام، نحن العاتق الاكبر هلا انه نحن نحافظ على الشيء اللي وصلنا عليه. هذا المطلب، انه نحن نكافح لحتى نتمسك وما نتراجع، لانه اي خطوه اذا نتراجع راح ننسى وراح يكون تعبنا كله راح على الفاضي. نحن بدنا نتمسك بالشيء اللي نحن عملناه. هون في تحديات، في مقاومات، في عنف، في خطاب، في شيء ضد المرأة وضد الثورة اللي نحن يعني من يوم ما وعينا من 2011 ل 2012 نحن عم نكافح، وشبابنا وبناتنا بالسجون تحت التعذيب. يعني أكثر شهداء إنه نحن ما نعرف وين أشلاءهم حتى. فهون العاتق الكبير علينا إنه نحن شلون بدنا نحافظ على الشيء اللي نحن اكتسبناه. الثورة السورية على ما نلاحظه على أرض الواقع بعد أكثر من 13 عاما من الأزمة والحروب، وبعد أكثر من 50 عاما في ظل النظام الاستبدادي القمعي، وخاصة بالنسبة للنساء، هل ما نراه الآن وما يجري هي نتاجات الثورة السورية التي عانت الشعب السوري عانى الكثير من دفع الثمن من الضحايا وعملية القتل وجرائم الحرب والانتهاكات؟ هل هذه هي نتاجات الثورة السورية؟ بالتأكيد لا. علينا عندما نقول أن نبني بناء سوريا جديدة، سوريا جديدة لا تتحمل هذه الأفكار الموجودة، لا تتحمل أن تكون هناك ذهنيات في الإدارة الجديدة كانت ولا تزال ترتكب الانتهاكات وجرائم الحرب وهم قاتلين لنساء رياديات. هل من المعقول أن نلاحظ ونعيش هذا المشهد ونحن جميعا في حالة صمت؟ طبعا بالتأكيد لا. مؤتمر النصر الذي انعقد في دمشق لاحظنا عدم وجود أي امرأة في هذا المؤتمر. هل يمكن هذا أن نعتبره مؤتمر النصر التي آلت به كل هذه التضحيات؟ بالتأكيد لا.
كيف لنا أن نتحدث عن مؤتمر وطني سوري وهناك إقصاء للأطياف الموجودة في سوريا التي تبنى ولا يزال لها مزيج من الأطياف والمكونات الموجودة والمعتقدات والأديان. هل ستكون هناك سوريا جديدة ديمقراطية وليس هناك تعايش سلمي بين الأديان؟ هل ستكون هناك سوريا جديدة وما زالت هناك مناطق ترزح تحت نير الاحتلال التركي وهناك صمت من الإدارة الجديدة في دمشق، دون التطرق إلى موضوع كيف يمكن أن يكون هناك مناطق محتلة، كيف يمكن أن يكون هناك ما زال أهالي وسكان هذه المناطق تعيش خارج أوطانها؟ يعني من المفروض أن تكون هناك عودة لأهالي عفرين وأهالي سريكانية وأهالي جريسبي. هل يمكن أن نتحدث عن سوريا جديدة وما زالت هناك هجوم عسكري من قبل الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا؟ بالتأكيد لا. الآن طبعا منذ البداية هناك طبعا حملات إعلامية تضليلية، حملات إعلامية ضد المكتسبات الموجودة بمناطق شمال وشرق سوريا، ومن محاولات أنهم مشروع انفصالي. طبعا الإدارة الذاتية ومنذ بداية تأسيسها وحتى الثورة التي انطلقت قبل الإدارة الذاتية أكدت أنها تقوم بالدفاع عن هذه المناطق، وثم مشروع الإدارة الذاتية التي أطلقت المبادرات المكثفة من أجل الحل الشامل لسوريا، الانخراط في العملية السياسية للخروج بمشروع ديمقراطي من أجل سوريا أجمع. أيضا مكتسبات المرأة، نحن الآن بالنسبة لمكتسبات المرأة التي نعتبرها دائما هي ميراث للنضال النسوي، وهو ميراث لأن ترتكز عليه النساء في أن تنال مكانتها اللائقة في هذه المرحلة المصيرية. يعني بعد كل هذه السنوات يجب هذه المرحلة المصيرية تقرير مصيرنا كنساء أن نؤكد عليه بتضامن وتكاتف كافة النساء السورية وليس نساء مناطق شمال وشرق سوريا. أن نقول جبهة نسوية موحدة سورية، وما تعيشه مناطق شمال وشرق سوريا من مكتسبات ثورة المرأة ستكون الضامن لتوحيد هذه الجبهة. طبعا من الناحية القانونية أنا أعتقد أن الموجودات في السلك القانوني هم أيضا عليهن القيام بكامل الواجبات والمسؤوليات تجاه الانتهاكات التي تتم، سواء كان بحق المرأة بالدرجة الأولى والتي ما تزال مستمرة في المناطق المحتلة، وسواء ما يتم الآن على المشهد السوري في مناطق حمص وحماة ومناطق الساحل. هناك انتهاكات بحق المرأة كما لاحظنا مؤخرا. لذا بتوحيد نضالنا أجمع على كافة المستويات وفي كافة المجالات بالتأكيد سوف يكون هناك ضمان لحقوق المرأة، ويجب أن نؤكد على وجود المرأة في كتابة الدستور السوري الجديد. شكرا لكم.